السلام عليكم، معاكم منال عبد المنعم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابه افكركم يا ريت ما تنسوش اللايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. وما تنسوش كلامكم الجميل اللي بتكتبوا لي في الكومنتات. بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان نصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لينا في كل حاجة بنعملها. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى عايزه اقول لكم الروتين بتاعنا كده قوي ان شاء الله تتشجعي منه كده وتقومي تخلصي كل اللي وراكي. بس دايما كده وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في اليوم بتاعك وتخلصي كل اللي وراكي ان شاء الله. اول حاجه بقى عملتها في يومي طبعا صليت الحمد لله وقلت الاذكار بتاعتي، وبعد كده بقى قلت اجهز حاجه افطر بيها عشان دلوقتي هدخل بقى انضف غرفه ندى كده وهظبطها زي ما هتشوفوا دلوقتي. فكان عندي حليب ودي القرص اللي انا كنت عاملاها معاك، وعايزه اقول لكم بتنفعني جدا جدا في الفطار وكمان في العشاء. المهم بقى زي ما شفتوا كده سخنت الحليب وخدت القرص وفطرت الحمد لله، ربنا يديمها عليا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. وبعد كده بقى دخلت على غرفه ندى، عايزه امسكها بقى انضفها تنظيفه عميقه واغير كمان النظام زي ما هتشوفوا دلوقتي. انا بصراحه في اليوم ده كنت صاحيه بدري، قلت كده بقى اخلص كل اللي ورايا عشان عايزه اخرج يعني اروح السوبر ماركت اجيب شويه حاجات هتشوفوهم معايا في اخر الفيديو. المهم بقى زي ما شفتوا كده طبعا لميت كل حاجه كانت على الارض، الدفايه والكوفرته، كل الحاجات دي خرجتها كده على سور البلكونه تتشمس. وبعد كده بقى جبت الزعافه وهبتدي انضف الحيطه زي ما انتم شايفين كده، وكمان شلت الستار. بعد كده بقى نضفت الحيطه زي ما انتم شايفين، انا شلت الستاره لاني طبعا كنت فردها في العيد، فعايزه بقى اشيلها وافرش البديل بتاعها وكمان اغسلها عشان يعني اشيلها نظيف. المهم بقى زي ما انتم شايفين كده نضفت الحيطه وخليتها زي الفل بالزعافه، وبعد كده بقى جبت الحته في ايديا وهبتدي بقى اشيل التراب من على كل حاجه، عشان طبعا لما اجي المع يكون بقى التراب منشال من على كل حاجه، من على الحيطه، من على المرايه، من على كمان المكتب، يعني كل حاجه في الغرفه بشيل من عليها التراب زي ما انتم شايفين كده. بس دايما كده وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها وتخلصيها بسرعه ان شاء الله. عايزه اقول لكم كده زي ما شفتوا في بدايه ما دخلت الغرفه طبعا كان في دفايه على الارض وكمان كوفرته ومخدات. عايزه اقول لكم يا بنات بصراحه الجو ما بيكون حر بنتجمع كلنا في غرفه ندى، ليه؟ لان طبعا فيها تكييف. المهم ان الحاجات دي كلها بشيلها احطها على سور البلكونه بقى تتشمس وتتعقم، هي نظيفه بس بحب ان انا بصراحه اشيلها واحطها على سور البلكونه كده تتشمس وتتهوى. زي ما انتم شايفين بقى طبعا شلت التراب من على كل حاجه، وكمان شلت برضو الملايه عشان اغيرها، وخرجت كمان المخده والخداديه حطيتهم برضو على سور البلكونه هم كمان. انا هنضف غرفه ندى طبعا تنظيفه عميقه زي ما هتشوفوا دلوقتي، وكمان هغير شكلها. فعايزه بقى رايكم في الكومنتات يا بنات، ايه رايكم في شكلها زي ما هتشوفوا دلوقتي؟ انا بصراحه كان عاجبني شكلها زي ما انتم شايفين كده، كنت حاسه ان يعني الغرفه كده اوسع، لكن لما غيرت شكلها بصراحه عجب ندى قالت لي سيبيها كده. فما رضيتش طبعا ازعلها وقلت خلاص هسيبها لها شويه، ولما احس ان احنا زهقنا من الشكل ده ارجعها زي الاول. المهم ان انا بقى عايزه رايكم دلوقتي. طبعا هنضف بقى تحت السرير عشان اعرف يعني اشده كده واغير النظام بتاعه، او يعني انقله زي ما هتشوفوا دلوقتي. بصراحه غرفه ندى هي اكتر غرفه في الشقه عندي هي اللي بعرف اغير فيها، لانها طبعا فيها سرير واحد فبعرف بصراحه اغير فيها زي ما هتشوفوا دلوقتي. طبعا بقى شلت كل حاجه تحت السرير، وطبعا شفتوا التراب يعني حاجه بسيطه، بس بما اني كده كده يعني هغير النظام كنت لازم برضو انضف تحت السرير زي ما انتم شايفين. بس دايما كده وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها وتخلصيها بسرعه ان شاء الله. خلاص بقى شلت التراب زي ما انتم شايفين كده من تحت السرير، ورجعت طبعا كنست برضو الغرفه تاني، وهبتدي بقى المع زي ما انتم شايفين كده. طبعا كل حاجه في الغرفه هبتدي المع. جبت بقى الكلوريل ده قلت امسح بيه كده تحت السرير، طبعا بيعقم وكمان بيلمع برضو السيراميك، فقلت كده ارش شويه يعني. وكمان برضو عندي الموب بتاعتي يعني فيها ميه ومعصوره، وهبتدي بقى المع كده السيراميك زي ما انتم شايفين. هسيبه بقى ينشف وبعد كده هرجع كل حاجه كنت حطاها تحت السرير. طبعا الحاجات دي بصراحه انا بحطها تحت السرير لان ما بحبش بصراحه احط حاجه فوق الدولاب، فبالنسبه لي ان انا احط الحاجه اللي انا مش محتاجاها بحب احطها تحت السرير زي ما انتم شايفين كده. هنا خلاص كنت نضفت بقى تحت السرير ورجعت كل حاجه بعد ما السيراميك نشف. جبت بقى البريكس وكمان جبت شويه ميه سخنين وهمسح بقى بقيه السيراميك. بما اني بقى شلت الستاره عشان اغسلها جبت بقى الستاره النظيفه وركبتها زي ما انتم شايفين كده، وكمان برضو جبت ملايه نظيفه فردتها على السرير. المهم ان انا خليت الغرفه بتبرق كده ونظيفه وزي الفل. بس دايما كده وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في اليوم بتاعك وتخلصي كل اللي وراك ان شاء الله من غير ما تحسي انك تعبتي ولا عملتي اي مجهود.
كمان بقى شلت بديل السجاده عشان هغسلها بتاعت غرفه ندى، وفردت بقى السجاده دي. طبعا السجاده دي نظيفه، غسلها يعني ونظيفه وزي الفل. عطرت بقى الغرفه، وده النظام الجديد زي ما انتم شايفين. طبعا في ضرفه من الشباك لازم تكون مقفوله زي ما انتم شايفين كده، لان السرير جاي عليها فمش هعرف افتح. فقولوا لي بقى رايكم في الشكل ده. الشكل الاولاني بصراحه كان عاجبني انا، لكن زي ما قلت لكم لما غيرت كده الغرفه ندى قالت لا سيبيها زي ما هي، فهسيبها لها كده شويه وبعد كده ارجعها زي الاول مفيش اي مشكله. خلاص بقى خلصت تنظيف الغرفة وبقيت الشقة هي كمان، بس طبعا نظفت بقى الشقة مع نفسي وعطرتها. بعد كده بقى دخلت قلت عايزة اعمل كيكاية بالشوكولاتة، لان بصراحة عمر بيحبها، يعني عندي عمر بيحب الكيكة بالشوكولاتة. فقلت خلاص كده كده مقاديرها موجودة عندي فاعملها له، قبل طبعا ما اخرج اروح السوبر ماركت واجيب الحاجات اللي هتشوفوها معايا دلوقتي. اول حاجة بقى جبت الخلاط عشان عايزة اعمل صوص الشوكولاتة. عندي كوباية من الحليب، وعندي كوباية وربع من السكر، وعندي كوباية الا ربع من الزيت، ومعلقتين كاكاو خام. طبعا هبتدي اضربهم في الخلاط، ويعني رشه بسيطه كده من الفانيليا لحد ما يدوني القوام اللي انا عايزاه. طبعا القوام تقيل زي ما انتم شايفين كده، لو حباه يبقى اخف من كده زودي شويه حليب. هشيل بقى من الصوص ده زي كوبايه كده، لان ده اللي هحطه على الكيكايه بعد ما اخلصها زي ما هتشوفوه دلوقتي. خلاص بقى خدت طبعا الصوص اللي انا عايزاه، هبتدي بقى اركنه على جنب. وعندي هنا بقى 4 بيضات، وعندي كمان فانيليا ومعلقه من الخل، وعندي كوبايتين ونص من الدقيق، وكيس بيكنج باودر، ورشه ملح. وطبعا عشان نتيجه الكيكه تبقى حلوه ومرتفعه انخلي الدقيق بتاعك مره واتنين. هقلب بقى المواد الجافه مع بعضيها زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى هبتدي انزل طبعا بالمواد السائله اللي انا ضربتها في الخلاط، وهقلب بقى الكيكايه. لو حسيت ان هي محتاجه معلقتين كده او 3 من الحليب مفيش اي مشكله، لحد ما تديني القوام اللي هتشوفوه دلوقتي. وهبتدي بقى اجيب الصينيه او البايركس، مفيش اي مشكله، الحاجه اللي موجوده عندك يعني اشتغلي بيها، وهتنفع ان شاء الله طول ما انت بتسمي الله وبتصلي على الرسول. ودهنيها بقى اي ماده دهنيه انت حباها، ويكون الفرن سخن عندك. بولع من تحت الاول، اول ما جوانب الكيكايه تبتدي تستوي ببتدي اولع الشوايه. ولو طبعا الفرن بتاعك بيسوي الكيكه من غير ما تولعي الشوايه خلاص مفيش اي مشكله، ما تولعيش الشوايه. نزلت بقى بخليط الكيك زي ما انتم شايفين كده، ولازم بقى اطلع الهواء اللي في الكيك. طبعا هجيب بقى فوطه لان انا حاطه طبعا في بايركس زي ما انتم شايفين، وهبتدي بقى اخبطه كده شويه يطلع لي اي هواء في الكيكايه عشان تطلع طبعا متساويه زي ما هتشوفوا دلوقتي. وهدخل بقى الكيكايه الفرن زي ما قلت لكم. وعلى بقى ما تستوي كده وتتظبط هبتدي بقى اخرج اغسل بديل السجاد بتاعنا ده، ما خدش مني اي وقت. احلى حاجه في بديل السجاد ده يا بنات انه بصراحه بينضف بسرعه وكمان بينشف بسرعه وما بياخدش اي وقت وانت بتغسليه. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يعينك وتخلصي كل حاجه بتعمليها ان شاء الله. هنا بقى غرقت السجاده ميه زي ما شفتوا، وبعد كده حطيت بقى شويه اوكسي وكمان شويه معطر. والمعطر ده يا بنات بتاع فريده، حط عليه كلوريل، حط عليه كلوريل الوان. وبعد كده نزلت بشويه وهبتدي بقى ادعك بديل السجاد او السجاده زي ما انتم شايفين كده، وهنضفها. وزي ما قلت لكم احلى ما فيها ان هي بصراحه بتنضف بسرعه وكمان ما بتاخدش اي وقت. هغسلها بقى وانضفها واظبطها واشطفها كويس واحطها كده طبعا تصفي، وبعد كده هبتدي انشرها زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم بتصفي الميه بسرعه وبتنشف على طول، فدي احلى حاجه فيها. وبتنضف كمان، يعني ما خدتش بصراحه مني اي وقت وانا بغسلها. وبرده يعني صفت الميه بسرعه ونشرتها زي ما انتم شايفين كده. انا سايبه بقى السجاده تصفي، دخلت بقى خرجت طبعا الكيكايه عشان كانت استوت وسبتها تبرد خالص زي ما انتم شايفين كده. وبحب بصراحه افتحها كده بالسكينه عشان لما انزل عليها بالصوص يدخل كده في قلب الكيكايه. عايزه اقول لكم كيكايه طعمها حلو سهله وسريعه وما خدتش مني اي وقت، وعندي بصراحه عمر بيحبها جدا جدا. ربنا يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين. ويخلي لكم اولادكم جميعا ويبارك فيهم ويجعلهم من الصالحين ولادي واولادكم، اللهم امين يا رب العالمين. عندي بقى اللولي ده قلت كده اكسر بس اللون، ممكن برضو تحطي مكسرات اي حاجه موجوده عندك ممكن تحطي، وممكن طبعا من غير. المهم ان انا بقى هقطعها واوريها لكم دلوقتي. انا عايزه اقول لكم يا بنات انا يعني ماليش قد كده في الكيكه بالشوكولاته، انا بحب الكيكه بالفانيليا ومش بحب اكل الكيكه في يوميها، يعني بحب اكلها تاني يوم. المهم انا قطعتها كده ووريتها لكم، طبعا كانت بردت خالص، شايفين بقى حلوه ازاي. وعايزه اقول لكم بقى هشه كده ومرتفعه وطعمها حلو قوي قوي. وبرضو بتنفع في فطار في عشاء، في مثلا لو بتجهزي الاكل يعني والولاد عايزين ياكلوا اي حاجه كده سريعه برضو تكون موجوده عندك. فانا بصراحه من الناس اللي بحب دايما اعمل كيكه بالشوكولاته او بالفانيليا، يعني تكون موجوده عندي بصراحه بتريحني برضو. خلاص بقى خلصت كل حاجه في الشقه وسايباها زي الفل. قلت بقى يلا نخرج كده مع بعض نتمشى شويه. هتروحي فين بقى يا منال؟ زي ما قلت لكم هروح السوبر ماركت، هروح محمود الفار. فقلت بقى اتمشى وانا راجعه طبعا هاخد تاكسي لان طبعا هبقى شايله حاجات فمش هينفع طبعا امشي. فقلت وانا بتمشى كده بقى اخدكم معايا، يلا تغيروا جو بقى معايا، الدنيا حر وفعلا محتاجين كده نتمشى. بس طبعا بيكون بقى اخر النهار، انا عايزه اقول لكم في الوقت ده كانت الساعه 7. هنا بقى دخلت خلاص المول زي ما انتم شايفين كده، وهدخل طبعا سوبر ماركت محمود الفار هجيب الحاجه اللي انا عايزاها.
وبعد ما ارجع بقى هوريكم الحاجه اللي انا جبتها. بصراحه يا بنات ببقى نفسي اصور لكم كده وانا في السوبر ماركت، بس بحس بقى ان الناس بيبقوا عمالين يبصوا كده، فما بحبش بصراحه اضايق حد. المهم ان انا بقى دخلت السوبر ماركت، جبت الحاجه اللي انا عايزاها، وبعد كده بقى رجعت زي ما انتم شايفين في تاكسي. الوقت ده كان خلاص المغرب اذن، فقلت بقى طبعا اروح اصلي الاول وبعد كده بقى ابتدي اوريكم الحاجه اللي انا جبتها. انا عايزه اقول لكم انا الحمد لله اللهم بارك عندي حاجات، بس بما اني كنت رايحه السوبر ماركت فقلت خلاص برضو اجيب الحاجه، مش هتخسر الحاجه اما تكون موجوده عندي. احسن مثلا اجي في وقت اكون محتاجه اي حاجه من الحاجات اللي هتشوفوها معايا، لا كده كده انا خارجه ورايحه السوبر ماركت، يبقى اجيب الطلبات او اجيب الحاجه اللي هتنفعني في اي وقت. الحاجات دي مش بتخسر يا بنات طالما هتحفظيها او هتعينيها صح. جبت بقى هنا 3 اكياس من المكرونه الاسباجيتي المطبخ، بصراحه احسن نوع جربته وعجبني قوي طبعا حوا، بس ساعات مش بلاقيها في سوبر ماركت محمود الفار، فقلت خلاص برضو المطبخ بتبقى حلوه والملكه، بس احسن نوع انا حبيته هو بصراحه حوا، بس لما مش بلاقيه خلاص بجيب الملكه او المطبخ زي ما انتم شايفين كده. جبت كمان كيس شعريه، وطبعا هتلاقوني مش مكتره في الحاجه لاني زي ما قلت لكم انا عندي حاجات في ضرفه الخزين، فخلاص يعني ما دام عندي مش لازم بقى اكتر في الحاجه اللي انا جايباها. يعني المكرونات برضو ما كترتش فيها عشان برضو انا عندي مكرونه. المهم برضو جبت كيسين لسان العصفور، يعني الولاد مش دايما بيطلبوا لسان العصفور، بس ساعات برضو بحب اعمله كده جنب الاكل. طبعا بما اني جبت قبل كده ملوخيه الضحى الناشفه وعجبتني قلت اجيب كيس، وانا عندي على فكره برضو من اللي كنت جايباها قبل كده، لان ما شاء الله الكيس بيعمل كذا مره، فعندي في البرطمان في حاجات بقى هفضيها دلوقتي في العلب، وفي حاجات هشيلها لاني زي ما قلت لكم انا عندي حاجات، فالحاجه اللي موجوده عندي مش هفضي بقى الحاجات الجديده اللي انا جايباها، هخلص الحاجه القديمه وبعد كده بقى ابتدي افضي الحاجات الجديده اللي انتم شايفينها دي. ربنا يا رب يملى بيوتنا جميعا بالخير، اللهم امين يا رب العالمين. جبت كمان كيس رز زي ما انتم شايفين وكيس من الدقيق، لاني برضو عندي دقيق وعندي رز، يعني الملوخيه والرز والدقيق انا هحطهم في التلاجة لاني عندي ما شاء الله كميه رز كتير، وكمان برضو عندي دقيق، فالحاجات دي بقى هحتفظ بيها في التلاجة. جبت كمان بقى خميره وبيكنج باودر، الحاجات دي دايما تكون موجوده عندي، عشان بصراحه زي ما قلت لكم قبل كده لو يعني محتاره في الاكل ممكن اعمل اي حاجه كده من المعجنات او كيكايه زي ما شفتوا كده في بدايه الفيديو. جبت كمان ب 20 جنيه فلفل اسود، وكمان ب 20 جنيه كزبره حبوب. كزبره الحبوب بصراحه بحب ان هي تكون موجوده عندي، بحط على شوربه الفراخ شوربه اللحمه، بتدي ريحه حلوه قوي قوي. جبت بقى ملح، برضو ملح نور ده حلو قوي، وجبت ازازه الزيت زي ما انتم شايفين، وجبت كمان صابون، وجبت طبعا مناديل للمطبخ، وجبت بقى طبعا ازازه كلوريل للالوان، وجبت المعطر ده. المعطر ده بصراحه كان عليه عرض فحبيت ان انا برضو اجيبه، انا بحب فريده بس برضو المعطر ده حلو فحبيت اجيبه لان العرض بتاعه كان حلو قوي قوي. جبت كمان برضو جيركن صابون وفير. عايزه اقول لكم يعني انا ما بحبش الحاجه تخلص من عندي، وطبعا ده بصراحه بيوفر عليا ان انا بقى لما اجي مثلا في الشهر اللي بعد اللي انا جبت فيه الحاجات اللي انتم شايفينها دي ممكن بقى اوفر الفلوس، لان كده كده اوريدي الحاجه عندي فبتوفر لي بعد كده. جبت طبعا الاوكسي والصابون والكلوريل، ده ما بقدرش استغنى عنه مع مناديل المطبخ، لان الحاجات دي بحب ان دايما تكون موجوده عندي. عايزه اقول لكم بقى يا بنات ان انا بصراحه عندي نص الجردل بتاع المسحوق لسه فيه مسحوق، يعني الحاجات دي انا هشيلها لاني انا عندي كلوريل وعندي كمان مسحوق وعندي مناديل مطبخ وعندي كمان ملح، فالحاجات اللي عندي طبعا الحاجات دي بقى هشيلها لما اجي بقى اروح السوبر ماركت تاني، طبعا بقى هجيب حاجات تانية خالص، وكمان بصراحه بقدر اوفر من الفلوس، فعشان كده ما بحبش الحاجه تخلص من عندي. ربنا يا رب يملى بيوتنا بالخير جميعا، اللهم امين يا رب العالمين، وتجيبوا كل اللي نفسكم فيه، امين يا رب العالمين. هنا بقى بقول لكم ان الملوخيه والرز وكمان الدقيق هبتدي اشيلهم بقى في التلاجة لاني عندي الحاجات دي، فطبعا لما تخلص بقى الحاجه اللي موجوده عندي ابتدي افضي الحاجات اللي انا جبتها جديده دي. كمان المكرونات برضو عندي فمش هفضي برضو المكرونات دي، يعني هخلص المكرونات اللي عندي والشعريه وبعد كده ابتدي افضي بقى الحاجات الجديده اللي انا جايباها دي. كنت جايبه كمان ب 20 جنيه يعني ذره برضو فشار، عندي برضو الولاد بيحبوه، فالحاجه اللي العلب بتاعتها فاضيه هي دي اللي هملاها زي ما انتم شايفين كده، فحطيت بقى الذره الفشار زي ما انتم شايفين، وكمان برضو لسان العصفور هفضيه، لكن بقى بقيه المكرونه والحاجات هشيلها بقى في درج التربو. عايزه بقى اقول لكم يا بنات ان انا بحبكم جدا جدا، ربنا يديمكم في حياتي ويخليكم ليا اجمل واحلى اخوات. شكرا طبعا على كلامكم الجميل الطيب اللي بتكتبوا لي في الكومنتات، ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي، بحبكم بجد والله، ربنا يخليكم ليا ودايما مع بعض يا بنات، اللهم امين يا رب العالمين.
عايزه بقى كمان ارحب طبعا باخواتنا الجداد اللي دخلوا لي على القناه، عايزه اقول لهم اهلا وسهلا بيكم، نورتوني وشرفتوني وعلى راسي من فوق. ويا رب الفيديوهات اللي بنزلها تكون بتعجبكم كده وبتشجعكم، ويا رب القناه بتاعتي تكون بتعجبكم، اللهم امين يا رب العالمين. وعايزه كمان بقى اشكر برضو اخواتي وحبايبي اللي في كل فيديو بيعلقوا لي، بقول لكم بجد بحبكم، ربنا يخليكم ليا، وشكرا على كلامكم الجميل الطيب اللي شبه قلوبكم الطيبه، ربنا يا رب يكبر بخواطركم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بقى زي ما شفتوا كده رصيت كل حاجه مكانها، وبصراحه بقى كان بصوا ريقي خلاص نشف، فكان عندي بقى عصير مانجا. ولحد هنا اخواتي وحبايبي الفيديو بتاعي يكون خلص. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناه. كنت معاكم منال عبد المنعم، سلام عليكم.